كل شيء ما يعرف الطبخ وعلى أو على الغالي. يا شنو نعمل اليوم؟ اليوم بتاع اليوم. اليوم على طريقة السماوي. اليوم بني حشيم تطبخ الغداء. بس بني حشيم؟ بس بني حشيم؟ بني أسد. ذكريات بني أسد وبني حشيم دجاج. كذا مجموعة دجاجة واحدة مجموعة عليها قبيلتين. القراشي لا تنسون يا ولد. القراشي؟ كمان. هسه الدجاجة صار بيها روح، كانت ميتة. والله هسه شوي صار زين هسه؟ يا زين ريحتها توحش محلاتها. والله تغسلها مرة مرتين يعني دكتور سالم انت رجل قيادي ما طبخ. شنو تسوي؟ صار فاتح الحمد لله. وين الفاتح؟ فطر. بدأت أشوفه. لا زين الماء شوف. الماء. هو الفاتح ما يخليه يسوق بس البارد اللي يخليه يسوق. خله بعد شوية. حطوا الكاميرا علي. تعال نار واليوم. هاي بس اغسل الماعين. بس شوف لنا الترتيبة مال الدجاج هذه. لا تشوف لنا الطفشين. ماشي. هاي كاميرا طيارة، شوف طيارة. اسمه جوجي. شنو هاي الكبسة اليوم؟ جوجي. شنو هاي الكبسة اليوم؟ احنا نصور طيارة. والله جوجي والله. هلا. جوجي هذا يوم نجي على ناكل خلبي. عاود تصوير. تخليني شوية هناك. خلينا هذيك الوايد. كاف. ابو عليوي كبسة اليوم كبسة العيونكم الغالية. والله وديك. كبسة اي والله راح والله. عاشت ايدك. والله لا يزغرك ان شاء الله. بني اسد وملك شيم. والله والنعم. والله الله يسلمك. اخوي هنا الطالب مجتهد. انا راح اسوي نفس الماعين. هاي كنت ذكرها بعد واحد زيتها. على ما نشوف احنا شلون الواحد بدون مرة الواحد يعني دليل ما نقول شيء دليل لا عادي. لا مو والله عادي. هم علي يعني هذا شاطر مشان ما اغسل الماعين معتمد عليه شو والله. لا خله بعد خليك تستوي الدجاج. هو ترى التنقيح عني شكله كله. تنقيح. راح نسوي حاجة. لا. حتى بطلب المكان. شوي كده. بس اللي حكينا قلنا بيكمل يغسل مكانه. يلا وهاي هسه يوم العراوي اليوم يوم العراوي يوم مفطر اليوم مفطح دجاج اليوم. لا مفطح دجاج. مين معي؟ لسه بعد ليش؟ مو بعد 8 وراها. لما نخلي شوي تقرب ونخلي 8 وراها حتى تصير طيبة. كذا خلينا نص أقل نص. هذا عدل اليوم شنو اليوم؟ اليوم نازل نزلة قوية بعليوي. هو بعد مرتاح شوي. يوم الجمعة يوم مرتاحين وفاز المنتخب. هاي البارحة كذا بالليل. البارحة الوسط لا راقية صارت. وعلى البارحة تصوير. بحث تصوير كالشيء. لا إرادة والله العظيم كلها فاقدة الوعي وضغطها معلي. الحمد لله. وش كبيرة مع العراق. طبعا والعالم هاي البصرة خطية فيحاء تعبت على البطولة. شكرا أسعد العيداني، شكرا السوداني. والله احتاج فكرة. وأعود بكم إلى قاعة أو صالة الطبخ. لا نحتاج فكرة هذا. هذه صالة الطبخ.
يحتاج فلفل اليوم حار. مع الشيف الاستاذ الدكتور سالم الشريداوي. اهلا وسهلا ومرحبا. طبعا تقدمنا بداية حديثنا. اي نعم، بس قدام الكاميرا اي احسن. اولا تسوقنا تمام، قنوات وايد قنوات وايد. بعض التجار الاستاذ بدون زحمه عليك الكاميرا. بعض وجهك على التجار الكاميرا. والرز طبعا يسمى بريدج. نعم. فمن جيت هنا بطبخ على جماعه باقي الموضوع ما ينتقد يعني ما قلت لا ابدا، احنا هسه المرقه محتاجه فلفل حار. ايه فلفل حار. ماذا تعمل؟ هذا الفلفل الحار هذا يعني فشل الطبخ تحمل مسؤوليه كامله الاستاذ ابو علي. قنوات كثيره يعني. نعم. لذلك احنا المؤتمر الصحفي اليوم ابو فلك اليوم شوف في اللقاء الصحفي ما بدأنا به صباحا. اليوم شدينا حملة تنظيف كاملة وواسعة ونحن جادين ما شاء الله في عمل تنظيف كامل لهذه الأقسام بفضل الدولة الإسلامية، وشكرا للدولة الإسلامية دعمها طلاب العراقيين داعش يعني؟ و الإسلامية الإيرانية لا ندخل جدا في تقديم يعني المشورة والعون لجميع الطلاب العراقيين في اقسام التحليل. تحت الأسئلة دكتور إن شاء الله. تفضل. ما هي رؤيتك المستقبلية للطلاب العراقيين في الجمهورية الإسلامية في إيران، وما هي الأمور اللي ممكن نطورها في هذا الجانب؟ والله جميع الطلاب العراقيين جاي هم جادين في تقييمهم، وإن شاء الله ينالون الشهادات، وممكن الاستفادة من هذه الشهادات في خدمة بلدانهم في مختلف الاختصاصات. الجانب الثاني دكتور انه شلون نطور اسباب الراحه لهم هنا؟ امشي هسه المده راح تخترق. لذلك يجب الانتباه ابو علي، لانك انت تحملت المسؤوليه كامله. انا تحملتها، ما انت. ايوه تحملت المسؤوليه كامله. الان الطبخ